مساء الخير. طلعوا علينا الثلاثي المرح الجهابزه ولاد الجهابزه اللي انا بسميهم خيري ورشاد وبدوي الكره المصريه. وخليك معايا في الفيديو هتعرف مين هم خيري ورشاد وبدوي. واحد الشهير بنوكيا، التاني الهجاص، التالت الشمام. وكل واحد معروف ليه اتسمى بالاسم ده، وانتوا معايا هتعرفوا هما مين، انا واثق في ده. نبتدي بنوكيا. نوكيا محتواه كله كد في الاهلي وجمهور الاهلي. شويه يطلع يقول لك امام عاشور عاجبني انه بيلاعب الاهلي، شويه يقول لك انا محتاج ادم وطني عشان اتصور معاه وابوسه. مال بتطلع تحك في الزمالك وفي جمهور الزمالك وهم اكتر ناس مش معترفين بيك. انا ما افتكرش انا كواحد اهلاوي انت لعبت في الزمالك امتى، وما افتكرش ان في حد زملكاوي هيفتكر انت ايه تاريخك اصلا في الزمالك. ملط. كل اللي انا فاكره ان انت كنت لاعب في انبي ودلوقتي بتحكها في الزمالك والزملكاويه عشان يبقوا واقفين في ظهرك، وده مش هيحصل. نيجي للتاني الهجاص اللي بلا تاريخ. الزمالك رماه والاهلي جابه رفقة بحالته. دلوقتي برضو بعد ما الاهلي هنقول اواه برضو طالع بيعادي في الاهلي وجمهور الاهلي، ودايما يقول لك فين شغل اداره الاهلي، وان الخطيب مش هو اللي بيدير، اللجان هي اللي بتدير. واي حد بيطلع ينتقده او يقول عليه كلمه يقول لك دي اللجان الالكترونيه. اللجان ايه يا كابتن؟ هو الناس اصلا دي مش شايفينك؟ واعذرني ان انا بقول لك يا كابتن. دايما بيحب يثير الجدل، مشاكل مع كابتن حسام حسن، مشاكل مع لعيبه المنتخب المصري، ودايما في مشاكل مع لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وفعلا يا كابتن الناس دي لو حطيتك، وخصوصا جمهور الاهلي لو حطوك في دماغهم، صدقني مش هيحلوك. فروق كده، انت بتطلع تهبد مع الكاذب هبدتين، تتخانق خناقتين، تقول لفظين، تروح تتوقف شهرين، وفي الاخر ترجع زي ما انت. بجد كفاية فتن، كفاية شحن في الناس، كفاية هكس. وهكس انت اللي قلتها على نفسك، انت اللي قلت انا واحد هجاص. التالت الشمام ده بقى حكايته حكاية، ده حكايته على الله بجد. والشمام دي مش بالمعنى الوحش، الشمام دي هو بيشم اي بطولة مقربة لاي حد وخصوصا نادي الزمالك وبيطلع في الاخر اونطة. ده واحد يعني ربنا يبارك له، الناس بتطلعه في البرامج عشان تضحك عليه. عامل صفحة كلها يقول لك انا معلومة جات لي، انا عندي معلومة مؤكدة، انا عندي معلومة من المصادر، وكله زرط. انا اسف طبعا في الكلمة. مفيش كلمة او مفيش موضوع بيتكلم فيه هو فاهم فيه. وفعلا انا قاصد ان الجملة اللي انا قلتها ان هم بيطلعوه في البرامج عشان الناس تتريق عليه وعشان يضحكوا عليه. عيب يا كابتن، انت راجل كبير والمفروض عاقل، ما تعملش بنفسك كده. بس هي للأسف المادة وحب الظهور والانتشار بيعمل أكتر من كده. برضو محتواه كله أهلي، سيرة الأهلي. لازم أطلع أقول الأهلي عمل والأهلي ما عملش وإمام عاشور عمل في الأهلي. طب قولوا لنا الصفقة بكام؟ طب قولوا لنا الدنيا في الأهلي ماشية إزاي؟ لا، وفي الآخر بقى إيه؟ التلاتة طالعين سكريبت وجروب الواتساب شغال الله ينور إن بزيرة في حد من الأهلي ومسؤولين الأهلي بيحرضوا ان هو ما يرجعش الزمالك. في حد من مسؤول الاهلي بيقول له ما تقلقش من الغرامات احنا هندفعها لك، بس اهم حاجه ما ترجعش. بزيرة ايه؟ بزيرة اصلا عندنا في الاهلي. اقول لك في الاهلي ازاي؟ بزيرة محطوط في شراب كوكا يا معلم، ولا نسيت؟ وده طبعا بعد ما حوار امام عاشور باظ والحفله اللي كانوا عايزين يعملوها باظت، وقصه ان ادم وطني هو اللي بيحرض بزيرة باظ. دلوقتي طالعين ايه السكريبت ايه؟ ان في حد من الاهلي هو اللي مسلط بزيرة، والتاني بيشتغلهم رايح يعمل فولو لعيبه الاهلي كلهم، ايش قفشه وايش محمد هاني وايش المعد البدني. هو بيستغفلكم يا معلم. يا معلم اصحى يا معلم، انتوا بتشربوا ايه؟ بتشربوا حاجه؟ مش كده يا جدعان. وانا عايز اعرف في حد عاقل، حد عاقل بيروح يسيرش على الناس دي ويقعد يتفرج عليها ويتابعها؟ خشوا كده عندهم في الكومنتات وشوفوا الكومنتات عامله ازاي. وانا هستأذنكم لو عرفتوا مين هما خيري ورشاد وبدوي اكتبوا لي في الكومنتات. ولو وصلت معايا لحد هنا اتاكد ان انت على راسي، وما تنساش المتابعه واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.